يا مساء الفل عليكم او يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا عليا فيه. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا اكلة فسفور رهيبة، شوية سمك كده عاملينهم مقلي ومش مفهومش اي افتكاسات. الكينج بتاعنا النهاردة الجمبري. هنعمل شوية روبيان او جمبري خطير بطريقة حلوة قوي في الفرن، مع شوية رز ببصل بلون البني الحلو الجميل ده. اللهم بارك يا رب، تحفة. مقاديرنا سهلة وبسيطة. يلا نصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا ايه. معانا كيلو من الروبيان، ومعانا كيلو من السمك السردين او المكاريلا الصغير زي ما بتقولوا عليه. المهم، انا سمك السردين النهارده مش هعمل فيه اي حاجه اكتر من ان انا هبدره في الزيت وهقليه بس، فما فيهوش اي اختراعات ولا اي افكار افتكاسيه خالص. فهنركنه في جنب. انا هنا طبعا متبلاه بتتبيله السمك عادي خالص وهقليه، فهركنه في جنب. ومعايا الكينج بتاعي النهارده الجمبري او الروبيان. طبعا يا جماعه احنا مش كل يوم بناكل جمبري ولا كل يوم بناكل روبيان عشان سعره غالي، فلازم لما نعمل الاكله دي لازم تبقى مظبوطه معانا ونعملها بطريقه حلوه. احنا هنعملها النهارده صينيه في الفرن كده خطيره. الجمبري من الاكلات السهله البسيطه اللي ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. بصوا، احنا هنا الجمبري مش هعمل فيه اي حاجه غير اكتر منها هطلع منه سلسله الظهر اللي هو الكيس الرملي اللي بيبقى موجود فيه، وهسيبه سليم زي ما هو بدماغه وديله ببابا غنوجه بكل حاجه. انا عايزاه سليم زي ما هو كده، مش هشيل منه اي حاجه اكتر من الشعيرات اللي هي بتبقى الشنبات الطويله دي تشيليها بس. ومعايا هنا 3 قرون فلفل، واحد اخضر واحد احمر واحد اصفر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ومعايا معلقه من التوم كبيره، وجزرة مبشورة، وثلاث بصلات متقطعين شرايح او دواير او حلقات زي ما تعمليهم. ومعايا كوباية فيها نص كوباية من المية، فيها معلقتين بالظبط من الصلصة الجاهزة. ايوه، نص كوباية من المية معلقتين من الصلصة الجاهزة، مش عايزة منك اكتر من كده. والجمبري مش هيستوي غير في النص كوباية صلصة دي بس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. سهلة وبسيطة خالص وما فيهاش اي حاجة، وهنعملها بطريقة حلوة جدا. معايا صينية فيها 4 معالق من الزيت، هنزل بمعلقة كبيرة من التوم. يا دوبك التومة تتشوح كده وريحتها تطلع. بصوا يا جماعة، الجمبري ما بياخدش اكتر من 4 دقايق بالظبط سوا، علشان خاطر ما ينشفش منك، عشان خاطر ما يبقاش مجدل معاكي. الجمبري ما بياخدش سوا كتير نهائي. لو زودتي سوا الجمبري بينشف معاكي، بتيجي تاكلي الجمبري بتحس ان هو ناشف كده مش طري معاكي. فاهم حاجه ناخد بالنا من تسويه الجمبري، ده عامل اساسي ان الجمبري يطلع معاكي حلو قوي وطعمه كويس. فما تكتريش سوا خالص، يعني ياخد دقيقتين بالظبط تشويحه كده على النار، ودقيقتين تحت الشوايه، مفيش اكتر من كده. كل ما بتقللي سوى الجمبري كل ما بتاكلي جمبري فريش جوسي كده جميل حلو قوي. المهم، هنخليه ناخد لون من الناحيتين لحد ما لونه يصفر كده ويبقى حلو. معذرة الإضاءة هنا ما كانتش حلوة قوي. وبعدين هنزل بالبصل عليه، وبعدين هنزل بالفلفل زي ما انتم شايفين كده. الخضار هياخد تشويحة برضو بسيطة، بحيث ان الجمبري ياخد تست الخضار مع بعضه. بس انا عايزة تشويحة بسيطة، انا مش عايزة اسوي فيه كتير. الجمبري ما بياخدش من الاكلات السهلة البسيطة اللي ما بتاخدش سوا معاكي ابدا، فلازم تاخدي بالك من تسوية. المهم هشوح كده الخضار مع بعضه، وبعدين هنزل بالتوابل بتاعتي. هتبل الجمبري ده بايه؟ ملح، كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا. بس مش عايزه منك اكتر من كده. ملح، كمون، كزبره ناشفه، فلفل اسود، بابريكا، وتوابل السمك. بس كده، مش عايزاكي تحطي اي حاجه اكتر من كده على الجمبري عشان طعمه يبقى حلو معاكي، وكتر التوابل عليه ما يغيرش طعمه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وانزل على طول بعد ما احط التوابل بتاعتي بالنص كوبايه ميه بالمعلقتين الصلصه، واقلبها تقلبتين برضو في بعضها بحيث الصلصه تاخد في طعم الخضار مع الجمبري في كل حاجه في الصينيه. وانزله تحت الشوايه على طول لمده دقيقتين 2، ياخد وش من فوق واطلعه. بس كده وتبقى الاكله جاهزه معاكي. خطير يا جماعه، وسهل وبسيط وحلو قوي. بيبقى فيه شويه صوص كده في الصينيه من تحت، خطير خطير. شويه الصوص اللي بيبقوا تحت دولت بيبقوا تحفه. تعالوا بقى نعمل شويه الرز الصياديه بتاعتنا او الرز بالبصل. حلو قوي. معانا هنا بصلايه كبيره
مقطعه على ايدك كده مكعبات او قطعيها جوانح، المهم ان انت ما تبشرهاش، تبقى باينه كده عشان تبقى باينه في الرز. لون الرز هنا هيبقى معتمد معاكي على لون البصله، عايزه تغمقي لون الرز هتغمقي البصله، عايزه تفتحي لون الرز هتفتحي البصله، فحسب ما انت عايزه. انا هنا هديله لون بني حلو فاتح مش غامق، عشان خاطر الرز يبقى حلو معايا ولونه مفرفر كده وجميل. زي ما انتم شايفين كده البصله لونها غمق معايا كده. هنزل عليها بمعلقه كبيره من التوم، هشوح التومه كويس بحيث ان ريحتها تطلع معايا وتبقى حلوه، وبعدين انزل على طول بكوبايتين الرز اللي معايا. هقلب الرز تشويحتين كده مع البصله بالثوم، ياخد ريحه البصل والثوم في بعض حلوه قوي. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي مع الرز بجد، بتدي طعم حلو قوي للرز، بالذات في مع الرز البصل ده مع السمك المقلي او الجمبري او السمك البلطي او اي نوع سمك مقلي، بتبقى حلوه قوي بصراحه. المهم هننزل بالميه السخنه على الرز. طبعا انتوا عارفين ان الرز المصري بيتغطى بمقدار عقله واحده بس من الصوبع، بتغطي الرز المصري بمقدار عقله صوبع عشان الرز يطلع معاكي مفرفر وحلو وجميل. هننزل بقى نتبل الرز ده بايه؟ هننزل عليه بمكعب ماجي وشويه ملح وشويه كمون، بس مش عايزه منك اكتر من كده. ماجي وملح وكمون، الماجي بتخلي طعم الرز حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا. وبس كده هنقلبه تقلبتين ونغطيه ونسيبه يستوي مع نفسه. تعالوا بقى شوفوا صينيه الجمبري الخطيره بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. تحفه، خدت وش حلوه قوي، ما خدتش سوا كتير، ومستويه وجميله رهيبه. الصينيه دي بتدخل قلبي على طول، حلوه قوي ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى كنت بوريكم ان انا السمك ما عملتش فيه حاجه اكتر من ان انا بدرته يا دوبك في الدقيق وقليته على طول. احنا كنا عايزين ناكله مقلي، السمك ده احنا بنحبه جدا وبنحب ناكله بجميع انواعه بصراحه. انا بحب السمك المكاريل الصغير او السردين الصغير ده. اللهم بارك، كان تحفه وحلوه قوي بصراحه. زي ما انتم شايفين كده كانت اكلتي جهزت، كان الجمبري طلع وحلو قوي وجميل، والسمك كنا قلناه وخد وش حلو، وعملنا طبق سلطه بالخضار جميل، وطبق الرز المفرفر الجميل بتاعنا. اللهم بارك، تحفه. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب ويحفظها من الزوال ويديم كل نعمه بيت يا رب. لو وصلت لحد هنا اشتركي في القناه وفعلي الجرس، وما تنسنيش في اللايك وبالشير عشان يوصلك كل فيديوهاتي وعشان تشوفي كل حاجة بعملها. ويا رب ينال اعجابكم، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجة بسيطة. واشوفكم في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.